بصراحة بعد ما اختي قالت لي على الوصفة الجميلة دي بجد وفرت عليا كتير قوي. كوباية لبن واحدة وعليها معلقة، بجد هتعملي منها برطمانات، ووفرت عليا فلوس كتير. زي ما انت شفتي كوباية لبن وعليها معلقة كبيرة من الخل ومعلقتين من الزيت وكمان رشة من الملح وعصرة نص ليمونة زي ما انت شايفة كده. وبعد كده في الخلاط وسيبيها بقى ايه تضرب شوية حلوين. احنا كل اللي عملناه كوباية لبن واحدة. تمام تمام. وبعد كده يا ست الكل نزلي عليها سرسوب من الزيت زي ما انت شايفه. يعني كل اللي احنا حطيناه معلقه من الخل هي اللي هتعمل الليله دي كلها. هتعمل معاكي ما شاء الله برطمانات من المايونيز اللي من غير بيض. احنا ولا هنحط بيض ولا اي مكونات خالص. هي كل اللي احنا عملناه يا دوبك لبن، كوبايه لبن ومعلقه من الخل وعصرة ليمونة وسنة من الملح بس، ولا اكتر ولا اقل. عملنا احلى واجدع مايونيز. املي بقى البرطمانات ما شاء الله. كوبايه لبن عمل معانا برطمانين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حطيه في التلاجة يقعد معاكي زي ما يقعد. بصراحه هيوفر كتير عليكي. شوفي البرطمان المايونيز بيتعمل بقد ايه. كمان لو حطيت عليه بيض بيبقى غالي جدا، لكن ده اوفر والذ. ودي وصفه اختي رشا بصراحه بالف هنا وشفا، وتسلم ايديها عليها، جميله جدا.